فيها سوا يا الموت. علي صوتك يلا ونادي. علي صوتك يلا ونادي. أنا مصر بحب بلادي. أيوة أنا مصر بحب بلادي. أنا محتاج ومش راح أسلم. أنا محتاج ومش راح أسلم. لحد ما راية الظلم تسلم. لحد ما راية الظلم تسلم. واقفين مع بعض وكل اخوان. واقفين مع بعض وكل اخوان. عايزين العدل يا اما نموت. عايزين العدل يا اما نموت. يوم الحق هيظهر. يوم ورا يوم الحق هيظهر. يوم ورا يوم الحق هيظهر. احمد فاضل لازم يرحل. احمد فاضل لازم يرحل. احمد فاضل لازم يرحل. اوعى يا صاحبي يهزك خوف. اوعى يا صاحبي يهزك خوف. الحق هيظهر بكره نشوف. فاحنا فضلنا قدام المستشفى على امل ان هو يرجع تاني او ان هم يرجعوه تاني، ما رجعش. يعني بعد الحادثه بحوالي 6 شهور جالنا تليفونات الاول من هنا، لقيناها ارقام خاصه. جالنا تليفون اطمنوا واهدوا عشان العيال دي ترجع. العيال موجوده وبخير وهيرجعوا. ليه تعمدوا اخفاء اشخاص واحتجازهم؟ كلام انا ده مش هجاوبه من عندي، انا بجاوبه من تحقيقات النيابه العامه. اللجنه الفنيه للنيابه العامه انتدبتها لتحقيق الحادث. انتهت هذه اللجنه نصا الى ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق الحادث. وحين سئل رئيس اللجنه الفنيه واعضائها ليه تعمدوا اخفاء خبر غرق الحادث، قالوا عشان يفكروا في سيناريو يخرجوا بيه من المسؤوليه. قبل الحكم بالبراءه كانوا بيكلمونا وكان مفاوضات شغاله، و2 مليون جنيه و2 مليون بيجوا بيهم لحد هنا في مقابل ان انت تتنازلي. انا عايز ابني، انا مش عايز الفلوس، اعمل بيها ايه؟ انا لو خدته ميت كان ربنا خلاص، ده ربنا خده اعطاهولي وخده. ما شفناش كده في الافلام يعني. هفضل ادور عليه لحد ما اموت. عشان هم على طول بالبطاطين. كارثة العبارة بتلخص نظرة النظام السياسي للبشر في مصر. هو احنا مش موجودين ولا احنا مش باينين؟ والظاهر علينا عادل اخويا دخلنا الدنيا دي وهنخرج منها واحنا مش باينين. ما بيتحولوا البني ادمين لدمي ممكن يتكسروا في اي لحظه، مش مشكله هنجيب غيرهم. لا، البلد فيها حكومه، وحكومه من حديد. كل المؤسسات في البلد يعني هي عمرها الافتراضي خلص، لان ملهاش اداره، هي بتسير الامور بس عشان النظام يفضل مستمر وما يحصلش انهيار. وانا من حق اضربك. والله يا باشا دول ولاد كلب ما يستاهلوش انك تعكر دمك بسببهم. اكيد اي حد هيعالج القضيه ديت من الناحيه السينمائيه او من الناحيه الدراميه، البطل بتاعه هيبقى الضحايا باخره لم يتوفر فيها الحد الادنى من شروط الامان لاي مركبه بتمشي في البحر. فهنا ما تقدرش تقولي قضاء وقدر، هنا في اهمال سببه الاساسي هو الفساد اللي موجود، تحالف راس المال مع السلطه اللي موجود بقاله عشرات السنين. من حوالي 100 وحاجه سنه في باخره تحركت من حدود مصر البحريه الشماليه قاصده الغرب من اجل التنوير اللي كان فيها رفاعة الطهطاوي ومبارك وعلي مبارك. وبعد 100 وحاجه سنه احفاد دول بيرموا نفسهم في البحر كفرا بهذا الوطن. فانت بتتكلمي عن بني ادمين مستعدين ينتحروا وما يقعدوش في البلد دي. يلا
تطعن فينا تعال حط ايدك في ايد الرجاله حط ايدك في ايد الرجاله ناس بسطاء جدا جدا. ما لقيناش فرصة عمل في مصر فسافرنا السعودية عشان نشتغل عشان نقتات لقمة حلال. أنا عندي زوجة و5 أولاد هيسافروا في أجازة نص السنة. كان آخر حديث ليا مع محمد كان على العبارة، فقال لي يا بابا احنا ركبنا العبارة بس ما لقيناش كباين فحجزنا بولمان، وقال لي الخط هيقطع فمش هعرف أكلمك تاني يعني. فقلت له طيب حبيبي أول ما توصل بالسلام والخط يفتح تكلمني تطمني على طول. قال لي خلاص يا بابا الخط هيقطع مع السلامة. رحت الغردقة وشفت المهازل، مفيش هيئات لتنظيم كوارث، مفيش حد يستقبلنا. نجري ما بين الغردقة، سفاجة، الأقصر، هنا زينهم في القاهرة، مفيش أي حد نعرف نسأله. أكتر حد أقدر أكلمه عسكري أمن مركزي ما يعرفش أي حاجة، واقف بالدرع اللي في إيده وبالخرزانة عشان يحجزونا ما ندخلش مستشفى. طب صور ده يا محمد، صور ده كله، صور الزق اللي حصل ده كله. يطلب حقه يبقى بيعمل ايه؟ واو طه ونون ويه وطني وبرضه هه وميم